حاضر من يعني وانا بعمل ايه؟ وانا بشوف اكلات على النت عشان اعملها لكم. الست غاليه بتاعتي حبه اكل يا حماتي. لما اشوفها نجيب لي حاجه يا بنتي انت عمايل ايديكي يا مراتبني ان شاء الله ان شاء الله. اقول لك ايه طالما غاليه دي شاطره قوي كده ما تسيبيها ربنا. عسل عسل يا حماتي. كده انت كمان انت هنا يا مقروده. مقروضة؟ أنا هنا من بدري يا تيتا، من ساعة لما دخلت. بتعملي ايه يا حبيبتي تيتا؟ بتذاكري؟ يا تيتا بذاكر، مش شايفة الكتاب أهو. يا تيتا وايه اللي جوه الكتاب ده كمان؟ موبايل؟ بيذاكر هو آخر الموبايل. إيه ده؟ إيه التركيز ده كله يا تيتا؟ ده أنت نظرك عامل على الأول. أنا قلت بس أفك عن نفسي من المذاكرة شوية. يا بنت ده طول النهار يا اما نايمه في السرير يا اما بتفكي عن نفسك وماسكه الموبايل. اعملي لك حاجه مفيده، ذاكري لك كلمتين ينفعوك. إيه ده؟ بس يا تيتا، لو ماما تسمعني، أنت عارفة إن أنا دايما شاطرة وطالعة عند الأول. ده حتى بابا جاب لي الموبايل لما نجحت. أنت نسيتي ولا إيه؟ يا بنت ما جابش تابوش يا ابني. ما تخافيش من امك يا حبيبتي، امك طول ما هي ماسكه الموبايل لا بتسمع ولا بتشوف. يا بنت اعملي حاجه مفيده احسن من اللي انت بتعمليه ده. حاضر يا تيتا، أنا رايحة أذاكر أهي. ماما انا جيت. انت جيت يا حبيبي، احكي لي عملت ايه في المدرسه؟ حصلت النهارده حاجات كتير قوي. اول حاجه لا استنى بس عشان هعمل فلوس مهم جدا. تعالى حبيبتي تعالى روح شيلة ازيك يا تيتا؟ وحشتيني. كمان وحشتيني يا حبيبتي. انت كنت وحدك ولا ايه؟ ولا كنت ليك ما جابكش في المدرسة؟ لا بجد، بس هو طالع ورايا على السلم اهو. يطلع على السلم ولا مخليه يبقى بتوجع ازاي؟ هيعمل ايه؟ هيطلع سنة. لا يا تيتا، ما الموضوع مش موضوع ركب اصلا، الموضوع حاجه تانية. تعالى يا بنت ايه؟ لا يا تيتا، ما تفكريش في بالك مفيش يا حاجه. مجنونة ده انا جيت يا حبيبتك. غيري تعالى قول. يا تيتا انت كل مره بتقولي كده ولا البيت كله عرف في الاخر. بالأمانة معايا عارفة أنا حبيت كل إيه تشاف اصل هو يطلع وراح على السلم عشان يكلم صاحباته البنات. صاحبته يعني؟ صاحبته ايه يا تيتا؟ بقول لك صاحباته دول يجي لهم 10 مثلا. 10 يا خرابي. طب هو كده طب زي ما اتفقنا ماشي يا تيتا. أهلا ازيك يا يقول. انت يا ولا رد على تيتا يا ولا. تقولي حاجة يا تيتا؟ يا اخويا بقول لك ازيك اللي فاتك. مفيش، بس أنا ببص على مواد الترم ده. في ايه؟ المواد بتاعتك دي يا ولا؟ مواد تيتا. كتيرة المواد كمان. كتيرة جدا، ده أنا حتى مش بلاقي لهم وقت. قد ايه كده؟ 10؟ 10. قولي كده بقى يا تيتا، ده في حد قايل لك؟ ده واد أرساني قال لك، ما أنا عارفه عصفورة. عصفورة ايه يا بنت؟ انا اللي شايفاك ركز حاجة منهم. كويس. كذا شكل وكذا لون المواد طبعا. مادة طويلة، مادة قصيرة، مادة بيضة، مادة سمراء. خلاص أنت شكلك عارفة، تعالى أوريهم لك جوه. وريني مادة يا ولد. حاضر يا تيتا. ابتدي بالمادة الحلوة الأول. حاضر يا تيتا. تعالى. الواحد يجي من الشغل تعبان جدا.
عامله لنا ايه النهارده يا نهلوبه؟ ولا زي كل يوم مفيش اكل كالعاده؟ ولا عامله لنا ايه مش عارف؟ ورق عنب، ايه؟ ملوخية، ملوخيه؟ شوربة لسان عصفور، وشوربه لسان عصفور؟ فراخ مشوية. لا انا كده اروح اغير بقى والبس لبس الاكل. حاجه حلوه كده بقى هناكل النهارده. هاكل فراخ وملوخيه وشوربه لسان عصفور ايه الحاجات الحلوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه؟ حلاوة ايه؟ أكل ايه؟ أنت جايب أكل معاك؟ لا مش انت اللي بتقولي الاكل الملوخيه سلام. لا امال مين؟ دي غالية. غاليه؟ غاليه دي؟ غالية اللي بتعمل أكل على النت. بص، وانا هاكل غاليه؟ تاكل غالية ليه؟ ما تقلقش، أنا عاملة حسابي هطلب دليفري زي كل يوم. ليه؟ بناكله كل يوم. تاخدها؟ انا داخل جوه، انا هاكل الموز ده كله واحده واحده وانا مسايق يا بتاعت الدليفري. ما بحبش الكل. ساب المانجا الحمد لله. ولا المانجا لا بقى، ولا بصايه. المانجا لا. بس يا بتاعت الدليفري. الو ساعتين. ايوه ده، ايوه بالظبط زي اكل كل يوم، بس بسرعه بقى وما تتاخرش بسرعه. طب معلش بس ثانيه واحده، الباب بيخبط اشوف مين. مساء النور. الاوردر بتاع حضرتك يا فندم. اوردر؟ بس انا اصلا لسه بطلبه. ايه ده، هو حضرتك ما سمعتيش عن الخدمه الشهريه ولا ايه؟ لا، ايه الخدمه الشقيه؟ الاوردر بيوصل قبل ما حضرتك تطلبي. ده ايه الخدمه الممتازه دي؟ شكرا جدا. انا كنت بكلم حضرتك، شكرا. كنت مستني تحت البيت. شكرا. احنا جبنا سخان مخصوص عشان حضرتك. شكرا لتعبكم بجد. طب ايه بقى؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. عم سعيد. اعمل ايه؟ يعني في تبس ولا زي كل يوم؟ تبس. لا زي كل يوم. يس، انا كنت متاكد العيله بخله. يلا يلا يا اولاد، يلا عشان تقولوا لي رايكم بقى في الاكل. يلا. ايوه. دليفري. افتح. تاخد وليد ده. ساعدك يا ماما. وعشان ايه يا ولاد في المدرسه والحاجه بتاعتنا؟ الاموره بتاعتنا يا ماما دهلوبه عامله معاكي ايه؟ دهلوبة ايه؟ ده احنا اتضحك علينا. الدهلوبة دي فرخيصة مقلوبة طول النهار جوه القوقعة بتاعتها، ولا سائلة في البيت ولا في البيت. عارفة كنت عليها. بتقولي حاجه يا حماتي؟ يا اختي بس في الدليفري بتاعي. انا مش شايفه يا حماتي. دليفري اتفضل خالص. سخن. وانتي حبيبتي بقى في المدرسه عامله ايه؟ انا الحمد لله يا بابا كويسه، وبعدين انت عارف ان انا شاطره ودايما رافعه راسك لفوق. طبعا، وعشان كده انا جبت لك الموبايل طبعا. وجايب لك احسن موبايل. كان انت شاطره، برافو عليك. بحب الناس الشاطره جدا. والكبير بتاعي انا عارف ان انت جد يعني. ده التدريس يا اخويا ما عندكش. طبعا انا عندي العيله لازم تكون مظبطه. عندنا قوانين ولازم ولوائح نمشي عليها. العيله تبقى مظبطه. ايوه طبعا. وحبيبي بقى الصغير عامل ايه؟ كويس، بس برضه العيال بيضايقوني في المدرسه، بقول المستر ما بيعملش اي حاجه. طيب بصوا، انا يعني ايه دهلوبه شوفي الواجب. انا هشوف. عشان عندي شغل. ماشي. اضرار ولا حاجه. ريح. طيب انا خلاص انا كاتبه. روح ريح. انا بقى هروح اكمل مذاكره. ماشي، انا هجيب لك الحلوه على الاوضه. طلبت لك رز اللبن اللي بتحبيه. انت عارفه انا بحبك قد ايه؟ انا كمان هجيب لك طبق. هي البت دي ولادها النهارده. يا بنت عيد ميلادها النهارده، انت عارف منين؟ تخش على الفيسبوك من ورانا ولا ايه؟ انا محتاجه فلوس. انا فاكره اعياد ميلادها كلكم اللي ما شفتكم، يعني جبت لها تورته ولا قلت له هتفطر ازاي ولا كل سنه وانت طيبه ولا بالفطار ولا اي حاجه. عيب عليك يا تيتا.
ده انا اول واحد منزل لها بوست على الفيس والناس كلها عملت لها كومنتات. ده شوفي بص، ده انت البوست على الناس. البوست ايه؟ ما طبعا هو يسأل الفايدة تربيه. ده كلام يا لهلوبة. اخته قاعدة جنبه ما يقولهاش كل سنة وانت طيبة وبعت لها بوست. لا طبعا، ما انا ما عرفتش اربي، رايح تنزل لها صوره مش قادر تعمل لها فيديو زي اللي انا عملته لها. يا ضغط عيني يا ابني، شوفي ضغط فيديو بدل ما تجيبي لها تورتايه وتقولي لها كل سنه وانت طيبه وهديه، تقولي لي فيديو وايه يا ابني؟ صحيح لهلوبه يا بنتي، جارتنا يا بنتي اللي في الشقه اللي قصادنا جوزها مات يا حرام امبارح بالليل. روحي يا بنتي عالجيها وطيبي خاطرها. عيب عليكي يا حماتي، انا ما يفوتنيش الواجب ابدا. اصيله يا مراكبني انا اصيله. منزله البوست على الفيسبوك، دخلت كتبت لها كومنت ربنا يعزك. اسمك يا ولد، امك هتفرسني. عملت ايه انا بقى دلوقتي؟ بنتي طول الليل بتعيط انت عملت لها كومنت. امال اعمل هي ايه؟ انا روحك كده، هو انا بقول لك قطتها اللي ماتت ده جوزها يا بنتي اللي ماتت المحتفه وانت تقولي لي كومنت؟ ده الباب في الباب، لو فتحت الباب هتمشي في وشها. اقول ايه؟ بعيد ايه؟ ست الناس شفتي حاجه في الموبايل يا ولد مش عليها اعمل امك بلوك. ماما تعملي لي في موضوع المدرسه ده بقى. حوار المدرسه. طب انت احكي لي وانا هتصرف فيه. هي البدايه كانت ايه؟ انا ببقى قاعد في حالي وفجاه بقى لما قلت لك احكي لي مش تحكي لي دلوقتي. انت اكيد شايف ستك عامله فيا ايه، ولسه هلم الاكل واغسل المواعين واشوف اكل بكره. انا بجد مش فاضيه دلوقتي، بعدين ابقى اتكلم. وبقى انا زهقت، مفيش حد في البيت ده فاضي اتكلم معاه، كل حياتهم بقت نت وفيسبوك. ماما قال ايه اليوم كله ماسكه الموبايل بتدور على حاجات جديده بتعملها وما بتشوفش منها حاجه. واختي بقى مبسوطه بالموبايل، بابا جابه جديد وعامله نفسها بتذاكر في الاوضه وهي لا بتذاكر ولا اي حاجه، ليل نهار بتكلم صحابها. بقول لها تعالي نتكلم مع بعض، نقعد مع بعض شويه، تقول لي لا انا مش فاضيه. اخويا بقى الدونشوان ليل نهار بيكلم بنات مش راحل نفسه. بابا بقى ده كنت تاني لوحده، ممنوع استخدام التليفون، وهو اول واحد بيستخدم التليفون، بيستخدمه من ورانا عشان ما نشوفوش. انا بقى انا فين من ده كله؟
الحق ارد على الناس لحد ما تيجي. يوسف يا يوسف. ايوه جوجل تعالى. عامل ايه؟ خش تعالى جيت في وقتك. بص يا عم انا عندي عيد ميلاد مش عارف البسه ايه، كلاسيك ولا كاجوال ولا لون يبقى ايه؟ فيا ريت تقول لي. محتار؟ ثانية واحدة اسألك جملة. تعمل ايه؟ كلاسيك كاجوال. انت تلبس كلاسيك بيكون لونه كحلي. كلاسيك وكحلي في عيد ميلاد؟ انا اصلا ما بحبش الكحلي. ها جوجل قال تلبس كلاسيك يعني تلبس كلاسيك، ولون الكلام طلع كحلي يعني تلبس كحلي، يعني هتلبس كلاسيك ويكون لونه كحلي. يا ابني هو انت راجع على خالص؟ انا عايز رايك انت مش راي جوجل. المفروض دخلت سالت انا. رأيي انا؟ يعني انت شايف ان انا افهم اكتر من جوجل او ان انا اكون اصح من جوجل؟ ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ طب بقول لك ايه؟ المهم انا عندي سفريه قريبه وخايف ما احطش حاجه في الشنطه انساها بتاع، فيا ريت تساعدني برضه. خايف تنسى حاجه وجوجل معانا؟ يعني هي واحده. زي ما كنت متوقع، انا جوجل طلع لي كل حاجه انت محتاجها، هعمل لها كله وابعتها لك في رساله. ايه ده كله؟ يا عم انا مش عايز كل ده، انا كل اللي عايزه قميص زي بتاع الدكتور شكري بالظبط بس. عايز حاجه وجوجل معانا؟ ثانيه واحده. يا لهوي. قميص دكتور شكري. ايه ده؟ عندكم شبكه هنا؟ اطلع شويه. ايه ده؟ هو لونه ايه؟ اخضر. دكتور شكري وقميصه لونه اخضر. ده جوجل مش لاقي حاجه عن القميص، ده ما يعرفش دكتور شكري اصلا. جوجل هيعرف دكتور شكري ليه ومنين؟ انا عايز افهم. هو ما فيش قميص يعني ما فيش قميص، وجوجل ما يعرفش دكتور شكري يعني ما فيش حاجه اسمها دكتور شكري اصلا. بقول لك ايه؟ انت عمال تتكلم عليا بطريقه وحشه وعلى جوجل، انا زهقت منك، انا ماشي. خد راح فين؟ ايه عايز الباب ايه؟ من هنا. انا جوجل بيقول لي الطريق من هنا يعني همشي من هنا. خد تعالى اقول لك. ايه ده؟ ايه اللي دخل عندي ده؟ امشي يا ولد. ايه الانسان الآلي ده اللي دخل عندي؟ صاحبي بسأله على عيد ميلاد قال لي البس كلاسيك كحلي. ليه ده ما تديني حبايه من برشام الضغط اللي بتاخديه ده؟ تعالى يا اخويا خد، هو البيت ناقص مجانين؟ جايب لي مجانين مرة. ايه ده؟ ده هنا يا يوسف؟ انت فاكر عن نفسك مش شايف المسافه؟ ممكن. شفت الصوره اللي نزلتها؟ تستاهل بس الاولاني كانت احلى بصراحه. انا شايفه ان الثانيه احلى بصراحه. قبل. ايه ده ايه ده؟ نعم؟ فيلم ايه ده؟ ده دقة قديمة يا أرسان، وبعدين انت عارف كان واحدة من صحابي منزليني على الفيسبوك والواتساب الستوري، وبصراحة كده أنا مش فاضية. ايه يا عم عايز ايه؟ ابدا يا عم، كنت بقول لك البلاي ستيشن اتصلح. انت عايزك في جيمين كده وما تخافش يا عم، مش هقطعك زي اخر مره. تقطع مين يا ابني؟ روح، ده شغل عيال. انا بقيت بعمل حاجات دلوقتي اهم منك بكتير، هتعرفها لما تكبر. روح دلوقتي انا مش فاضيلك، روح. ايه ده؟ ايه ده هو النور قطع؟ النور شكله وقع فعلا. النور إيه ده؟ قطع يا ولاد. الساعة 6 ل 10 ولا 6 و10، قطع عليه دلوقتي. مش فاهمة ايه ده؟ ايه ده؟ هو احنا ترشيد ولا ايه؟ يا ابني هو النور قطع؟ قطع. مين اللي قطع النور ده؟ يلا نرتاح شوية ولا وجع دماغ. لا ما تقولوش بقى ان انتوا فصلتوا النت زي كل مره. النور قطع اصلا. لا ما تهزروش، هيقطع، ده بيقعد ساعه. اتفضل. ازاي بقى هشوف اللايف بقى بتاع غاليه دلوقتي؟ طيب
ده يبدو رافع. دي احلى حاجه حصلت على فكره. ايه احلى حاجه حصلت؟ هو انت النت وفصل والراوتر وفصل والباقه وخلص والنور والحمد لله قطع، وانت جاي بكل سهوله تقول لي دي احلى حاجه حصلت؟ قول لي هنقعد نعمل ايه؟ هنبص في وش بعضينا مثلا؟ لا، نتجمع زي ما كنا بنتجمع، نصلي سوا، نتكلم يعني. بس اتفضل. وليه نصلي في الضلمه؟ ما نستنى لما النور يجي ونصلي براحتنا. طب تعالى احكي لكم على حاجه. لا احكم ما تدخل البلكونه. تعالى احكي لكم على الولاد اللي ضايقين في بابا الحق، الشارع كله منور، بيتنا احنا بس اللي النور قاطع. معقولة؟ عندنا احنا بس؟ طب روح شوف بتاع البوكس بتاع الكهرباء بسرعة. شوف يكون حد طفيه ولا حاجة. ايه ده؟ ازاي احنا بس؟ بابا فعلا كان في حاج اكتر. ايه ده؟ مين اللي عمل كده بس؟ وليه هيعمل كده يعني؟ وبعدين؟ طبعا انت اللي عملت كده صح؟ انا مش هقول لك غير حاجه واحده بس. بكره انا مش هعمل اكل عشان كنت هعمل الاكل اللي في اللايف، وطبعا دلوقتي اللايف راح عليا. شوفوا بقى مين يعمل لكم اكل بكره. انت عارف في كام ماده هتضيع مني؟ يا عم حرام عليك. انا بقى مش عارفه اقول لك ايه بصراحه، يعني ضيعت عليا الكورس والمذاكره بتاعتي، بجد حرام عليك. انت انسان مستهتر. لانك مش عارف قد ايه انت بوظت الشغل بتاعي. كل الايميلات دلوقتي جابها ازاي؟ ايه الاستهتار ده؟ شفت ان انت ازاي بيعملوني؟ طب وانا عملت ايه؟ ده انا عملت كشف عايزه اجمعه. هو انا مش ابنهم برضه؟ نفسي يتكلموا معايا ويسمعوني بقى. يا رب بقى خيرهم. لهلوبة يا بنتي، انا متهيألي الوقت راح وميعاد ارساني عدى ولا ايه، ومن رجوع من المدرسة. ما تشوفش يا بنتي الساعة كام عشان انا معايا الساعة. صح. الساعه بقت 3:30. انا زي ما خدت بدل اتأخر كده ولا ايه؟ طيب انا هكلم المشرفين بتوع الباص اشوف اتاخر ليه. بسرعة يا بنتي انا قلقانة. الو مساء الخير. هو ارساني اتاخر ليه لغايه دلوقتي؟ الساعه بقت 3:30. ايه؟ ايه؟ ما جاش اصلا؟ يا خرابي، ازاي ما جاش اصلا؟ ده نزل ازاي؟ الحقني بيقولوا لي ما جاش اصلا. الواد راح فين؟ الواد ضاع ولا اتخطف ولا راح فين؟ يا حبيبي يا أرسان، يا بنتي رحت فين؟ قولي الواد راح فين؟ يا أرسان، الواد تاه ولا ضاع؟
ليه؟ الجواب على سريره، هو اللي كاتبه. طب اقري كده شوفي فيه ايه، بيقول ايه؟ الواد راح فين؟ بابا، ماما، اخواتي، سامحوني، انا سبت البيت ومشيت عشان مش عارفه اتكلم معاكم وتحسوا قد ايه انا تعبان ومتضايق. دايما مسؤولين عني، محدش فاضي يسمعني او يسمع مشاكلي. عشان كده قررت امشي، اروح لحد يسمعني ويهتم بيا بجد، مع اني كان نفسي اخد الاهتمام ده منكم انتوا ونرجع تاني زي الاول، نصلي سوا ونتكلم سوا ونضحك ونهزر سوا. انشغلتم دايما بالموبايل خلاكم دايما مش فاضيين ومش شايفين غيري. تتوصل ممكن تقولوش الجو ده او تحسوا ان انا مشيت البيت. انا عايز اقول لكم حاجه مهمه، ان مهما حصل بحبكم وهفضل احبكم مهما عملت، بس الحقيقه غصب عني ما قدرتش اكون وسطكم. شفتوا عملتوا ايه في الولد؟ شفتوا اللي حصل؟ ضيعتوه واستريحتوا. الواد بقى وحيد في وسطيكم، لا لاقي حد يكلمه ولا حد ياخد بحسه ولا حد يدعمه ولا حد يحس بيه. شفتوا اخرة عمايلكم؟ ده الواد قطع النور عشان تقعدوا معاه ويلاقي حد يكلمه، حد يفضفض معاه، وانتوا طلعتوا فيه كلتوه. اهو راح، هتعملوا ايه بقى؟ شوفوا بقى، شوف يا ابني هتعمل ايه يا اللي نسيت انك اب. طول النهار والليل شغل، بره البيت شغل وجوه البيت على الموبايل شغل. نسيت انك اب، حولت نفسك لصراف يجيب فلوس ويصرف فلوس ويدي فلوس وخلاص. نسيت انك ابوهم، لازم تقعد معاهم تسمعك ويسمعوك. اقول ايه؟ وانت يا يوسف نسيت انك اخوه الكبير؟ عارف يعني ايه اخ كبير؟ يعني ضهر وسند. يعني انت تعرف انك اخوك عنده مشكله تتصرف حلها له. قالك عندي مشكله مع اصحابي في المدرسه، ما فكرتش تقعد معاهم تعرف ايه المشكله؟ لا، ازاي؟ الموبايل اهم، المواد اهم. خلي الموبايل ينفعك، خلاص ما بقاش عندك اخ، ما بقاش في ارسانك. وانتي يا اختي الكبيره، فاكره ساعه ما اتولد قعدت تقولي ده بتاعي، انا اللي اكله وانا اللي اشربه وانا اللي لبسه. عملتيه عروسه لعبه، وما جاتلك لعبه تانيه الموبايل رميتيه. نسيتي من الاخت الكبيره، يعني حنيه، يعني ام تانيه، يعني تحني عليه. ده ياما حاول يكلمك وانت لازقه عينك في الموبايل. خلاص بقت كل حاجه الموبايل، مش مهم اللي حواليكي والمهم الموبايل. خلاص يا حبيبتي ما بقاش فيه ارسال، اسمعي بقى الموبايل. اما انت يا لهلوبه انا على قلبي منك عله. نسيتي انك طول النهار والليل حابه نفسك جوه الموبايل. خرجتي من الدنيا اللي احنا فيها وعايشه في دنيتك لوحدك. انا بعتب على العيال ليه؟ ما هي تربيتكم، ما هم شايفين
هيطلعوا يعملوا ايه يعني؟ هيحبوا بعض ازاي؟ هيخافوا على بعض ازاي؟ خلاص بقت كل حياتنا موبايلات، بنهني بالموبايل ونعدي بالموبايل، ده كومنت وده بوست، لا بقينا بنحس بعيد ولا بنحس بحزن. كان المفروض انه يقرب البعيد، اتاريه بيبعد القريبين، قاعدين جنب بعض ومش حاسين ببعض. انت يا بنتي ما ضيعتيش الصغير بس، ضيعت عيالك كلهم. تعرفي ايه عن الواد الكبير ده؟ بيروح فين؟ بينزل طول النهار بيرجع لك اخر الليل، كان مع مين؟ بيكلم مين؟ بنتك دي اللي في بنت مراهقه، تعرفي مين اصحابها؟ طول النهار بتشات مع مين؟ ونرجع نعيط ونقول ولادنا بيضيعوا مننا، احنا اللي مشغولين عنهم، مشغولين بالموبايل. هنفوق امتى؟ لا بقى عندنا وقت نصلي مع اولادنا ولا نقرا كلمه من الانجيل مع اولادنا. هنفوق امتى؟ بس بنفوق لما يضيعوا نرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان، يا ريتنا كنا سمعناهم كنا فهمناهم. هتفوق امتى؟ فوق بقى، ابقوا الموبايل وخلوا بالكم من ولادكم. فوقوا بقى، فوقوا فوقوا. عندك حق في كل كلمة قلتيها. أنا كنت شغال صناعة يعني، كل همي إن أنا أجمع الفلوس. كنت فاكر إن الفلوس هي دي كل حاجة، أهو الفلوس أقدر أجيب لهم كل حاجة. بس وأنا عملت حاجة، كان بيجي يقول لي بابا أنا عاوز أتكلم معاك شوية. أقول له أنا مش فضيلة، أنا عندي شغل عشان أجيب لك فلوس. طب عملت ايه الفلوس؟ الواد راح، طب خدوا كل الفلوس، خدوا كل الفلوس ورجعوا لي. انا مش عاوز فلوس، انا عاوز ابني يرجع، انا عاوز ابني وبس. صدقوني هتغير، رجعوا لي يا ماما وابراهيم، انتوا عني، هتطلبوا كلكم عني. مش عاوز فلوس، صدقوني انا عاوز ابني، انا عاوز ابني ويا وانا كمان كان يقول لي تعالي نلعب سوا، نتفرج على الافلام اللي بنحبها، طب حتى ساعديني. وانا اقول له مش فاضيه، ده على اساس ان انا بعمل حاجه مثلا او بذاكر يعني. وانا كل اللي في دماغي كان نت وبس. اما نشوف صحابي على الفيسبوك واكلم صحابي على الواتساب. طب فيها ايه لو كنت اديته الوقت اللي هو فعلا كان محتاجني فيه؟ فيها ايه لو كنا لعبنا سوا او حتى اتفرجنا على الافلام اللي بنحبها او حتى ساعدنا؟ بس للاسف ما قدرتش اعمل كده. انا كمان السبب. أنا كمان كنت السبب. كان يجي يقول لي تعالى نلعب سوا أو نتفرج على الماتش سوا، وأنا كنت بنفضه، كنت بحاول أقنعه وأقنع نفسي إن في حاجة أهم منه، أهم من أخويا، وهي المواد. ولا مواد ايه بقى؟ البنات والشات. انا كنت وحش معاه قوي، وانا مستعد اركز معاه من النهارده، ابتدي ابعد عن اي حاجه واركز معاه هو بس انا كمان كنت السبب. لا، محدش فيكم عمل حاجة أساسا.
كان نفسي اكون ام كويسه في عيوني. انا اهتميت بحاجات كتير قوي ونسيت كنتوا. كان المفروض اخلي بالي منكم، اقف جنبكم، افهم مشاعركم ومشاكلكم. على الاقل كنتكم في غربة. بس انا ما عرفتش. طلعتكم زيي انانيين ومش بتحبوا بعض. لو بس كنت خدت بالي منكم، لو كنت قربت منكم وصاحبتكم، ما كانش ده كله حصل. ما كانش هيمشي. بس الحقيقة بقى أنا طلعت أم فاشلة. ضيعتكم كلكم. يا ريتني كنت اهتميت بيه، يا ريتني كنت خدته في حضني، يا ريتني اهتميت بيه. كله دلوقتي بعد ايه؟ بعد الوقت ما ضاع كده يا عالم دلوقتي. احنا عندنا استعداد نعمل اي حاجه، بس هو يجي ربي. يعني لو جه هتتغيروا خلاص. هنتغير. يا ريته بس يرجع. هو يرجع. طيب طيب ايه؟ يا مامتك عاملة ايه تاني؟ امي بتاعتك عملت ايه طيب؟ تعالى يا أرسال. ايه ده أرسل؟ انت كنت فين؟ ايه يا ماما؟ غيروا بقى. كده يا امي وجعت قلبي، حرام عليك. عشان تفوق يا خويا. بس انت عندك حق، هي عندها حق. احنا هنهتم بيه. من النهارده مفيش حاجه اسمها موبايل نقعد عليه. احنا النهارده كلنا اسره واحده، هنصلي ونتكلم مع بعض، وكل حاجه بنعملها زمان هنعملها تاني. خبطتينا عليها حاجات تخص عليكي. دي أحسن حاجة عملتها فيك في حياتي. ما تقلقش، انا بكره الصبح هاجي مع اصحابك المدرسه وشوف هعمل ايه في اصحابك اللي بيضايقوك دول وهجيب لك حق. هم وانا كمان يا عم ابطل تركيز مع المواد واركز معاك وهنقعد نلعب بلاي ستيشن للصبح ونشوف مين اللي هيجي. انا بقى هجيب لك حاجه حلوه وهنتفرج على افلام اللي بنحبها لحد الصبح. حلوة قوي الكلام. بما إننا بقى متجمعين يا لهوبة، حضرتنا الغدا يا بنتي، احنا وقفنا من الجوع.